بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه هو عن حاجه مهمه جدا. ويمكن يا جماعه قلنا بلاش القرص الزايد على بوكسر 5 غيار، لان ده ممكن يؤدي معايا لكوارث كبيره جدا زي اللي احنا ممكن نشوفها دلوقتي مع بعض. وقله تغيير الزيت يا جماعه في ميعاده ده ضرر كبير جدا. بالنسبه للقرص الزايد على بوكسر 5 غيار ده ممكن يؤدي معايا لتلف الموتور بالكامل، نفس ما حصل معايا في الموتوسيكل اللي قدامي البوكسر الخمسة غيار اللي احنا شايفينه مع بعض ده. طيب ده موتوسيكل بوكسر 5 غيار، زي ما شايفين ان راس الصباب مكسوره، الصباب كبير اتلوح، وزي ما شايفين منظر قاعده الصبابات بالشكل اللي احنا شايفينه ده بند. اول بند. تاني بند، نبص هنا مع بعض يا جماعه نشوف السلندر طالع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نفس ما احنا شايفين كده البستن بالسلندر. نبص هنا على البستن طبعا احنا ما خرعنوش من مكانه، زي ما احنا شايفين كده يا جماعه البستن فرتك الشميزه، جزئيه السلندر فرتك الجزئيه دي، زائد لان عدم الحدافه ولوح معانا الحدافه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نبص جوه هنا نحاول نشوف مع بعض في الجزئيه دي. طبعا هي مش باينه معايا قوي، بس هنحاول ننور بكشاف ونبص عليها. زي ما شايفين يا جماعه داخل المحرك من جوه تكسيرات البستن وراس الصباب اللي هي اتكسرت وتلفت معايا الموتور بالكامل. ده بسبب القرص الزايد يا جماعه. زي ما شايفين كده القاعده عجنت الصباب، عجن الجزئيه دي بقت غويطه بالشكل اللي احنا شايفينه ده بسبب السرعه الزايده. زي ما قلت بوكسر يا جماعه 5 غيار مش مكنه سرعه عاليه الناس اللي بتجيب بيها 120 والكلام ده كله. ده يا جماعه بيكون اكبر ضرر على البوكسر بالذات، لان البوكسر مكنه اقتصاديه داخلي، لكن مش مكنه سرعه على الطريق، لان زي ما قلت السرعه الزايده ممكن تؤدي معايا لطيران صباب. طار الصباب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بعد ما طار ادى معايا لتفرتك البستن، عدم البستن وعدم الحدافه، وادى لدخول الموتوسيكل في عمره كامله بسبب الاهمال اللي هو السرعه الزايده وعدم تغيير الزيت في ميعاده. ده طبعا من الاضرار التانيه، وعدم تغيير فلتر الزيت. طيب احنا باذن الله يا جماعه هنحاول ان احنا نلم ليه الموضوع، هنحاول نعالج له قاعده الصبابات الجزء اللي هو ده، وهنحاول ان احنا نلم ليه الموضوع، لان طبعا الدنيا غاليه والاسعار غاليه جدا، فاحنا باذن الله هنقدر نلمها له. لكن زي ما قلت يا جماعه ممنوع القرص الزايد على بوكسر 5 غيار، لان زي ما قلت دي مش مكنه سرعه يا جماعه اللي انا اجيب بيها او اتجاوز السرعه الزايده، لان ده طبعا بيقلل في عمر المحرك وممكن يؤدي معايا لتلف المحرك بالكامل. وبكده يا جماعه ده كان فيديو توعيه ليكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.